صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، أشهد أنك الرحيم لم تفعل شيئا في الخلق لتؤذيهم، ولم تحملهم فوق طاقتهم لتشقيهم، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من بالطاعة أتاك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك. يا رب، نسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب قبل أن يموت، ألا تبق لنا هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته، وإن أصبحنا بخوف فلا تمسنا إلا وقد أمنتنا، وإن بتنا على ضيق فلا توقظنا إلا وقد فرجت عنا، وإن كنا بحاجة فلا تكلنا إلى سواك، وأن تحفظنا لمن يحبنا وتحفظ لنا أحبتنا. اللهم لا تحمل نفسا فوق طاقتها، اللهم لا تحملنا من كرب الحياة ما لا طاقة لنا به، وباعد بيننا وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب يا قدير، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ طمنين عليكم، وحشني خالص من فيديو امبارح. ربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا. تعالوا بقى نبدا روتيننا. يلا، لو لسه ما اشتركتش في القناه اشتركوا ونوروني وشرفوني، ولو لسه ما حطيتوش اللايك حطوا اللايك. عايزه اقول لكم ان انتوا وجودكم شرف ليا وعلى راسي. ربنا يا رب يسعدكم ويبارك لي فيكم ويشفيكم ويشفيني يا رب، ويشفي كل مريض ويدي كل ما يحتاجه في كرب كل مكروب. بقى مع بعض كده نشوف هنعمل ايه النهارده. يلا، لو لسه بقى ما صحصحتيش كده اعملي كوبايه شاي او نسكافيه او اي حاجه بتحبيها كده اعمليها، ويلا ادخلي بقى على المطبخ. عندك شويه مواعين مثلا، الاوض دي مكركبه، عايزه تنضفي اوضه، عايزه تطبخي طبخه حلوه كده للولاد، ومكسله بقى والبص وناعيه الهم وده كله، لا ارمي ده كله ورا ظهرك وقومي على طول. اول بس ما تقومي كده وتشربي لك حاجه كده وتاكلي لك حاجه خفيفه، هتصحصحي بقى وتبقى عايزه تعملي كل حاجه. بصي، وهتنسي اصلا ان في الصيف بيكون بحاله كسل وكده وده كله. بس بقى ايه، عايزين نصحى بدري كده ونخلص شغلنا بدري. يعني الصحيان بدري برضو حلو. يعني انا كان في اليوم ده كنت هعمل محشي، بس وهنعمل بط زي ما شفتوا كده في الفيديو. انا ولحت على البط الاول، كنت بقى منضفاه من امبارح العصر كده، نضفته وحطيته على رف التلاج. بحب دايما لما مثلا هعمل طير او اي حاجه عايزه تنظيفه كده بعملها قبلها بيوم، عشان بحس تقومي كده تلاقي الدنيا رايقه والشغل يكون خفيف. تعالوا بقى نقول لكم هنعمل ايه. عملت ايه في اول الفيديو. انا كنت صراحه بحضر الفطار. بصي، انت هتدخلي المطبخ هتحضري فطار، هتحضري المحشي، هتعملي كل حاجه في يعني في ثانية كده. مش هتبقى اصلا محتاجة ان انت مثلا تحضري الفطار. لا، انا هحضر الفطار وبعدين بعد كده نفطر ونخش نغسل المواعين ونبتدي بقى في تحضير الغدا. لا، حضري كل حاجة وانت واقفة ساعة بس في المطبخ كده هتكوني خلصتي وحشيتي كمان وعملتي كل حاجة. كنت مولعة على طاسة بطاطس بقى بنجليها. على ما حضرت على البطاطس ما كانت طابت وكده، عملت طاستين بطاطس. جتني بقى وقلت ايه، هولع وانا واقفه بالمره على الصلصه بتاعت المحشي. مسكت بصلايه كبيره كده قطعتها، يعني او بصلتين. كانت البصلايه لازقه ببعضها، يعني مسكتها ايه قطعتها، كانت بصلايه كبيره حلوه. يعني بصوا، المحشي اصلا صلصه المحشي بتحب البصل اليام. مسكت بقى البصلايه قطعتها كده، وبعد كده كنت حاطه زيت. وما بحط السمنه دلوقتي، بحط السمنه لما المحشي بنبتدي ان انا نيجي نطيب المحشي وكده. عندك دهنه؟ صراحه ما كانش عندي دهنه، كان عندي دهنه في الفريزر بس ايه، كانت متلجه ونسيت ان انا نطلع، يعني نطلع حته منها وكده. عندك دهنه سايحه وكده، انت بتبقي شايلاها يعني مسيحاها وحطاها تعملي منها طبيخ او اي حاجه من دي. حطي بقى معلقتين دهنه، صراحه بتخلي المحشي بتوديهولك في حته تانية، تخليه طعمه تحفه كده. انا حطيت زيت ونزلت بالبصله، شوحتها شويه كده. بص، ما بحبش كمان في الصيف ان انا نشوح الحاجه يعني زياده عن اللازم. انتوا عارفين الجو حر وكده، يعني بنسبك الحاجه بس بتكون ني في ني.
وكمان ما بحبش صراحة، ما عدتش بحب اكتر دهون يعني. بصوا، يكون الاكل حلو، لكن الاول كان الواحد ساعات بيحب ان الحاجة تكون الدهون نترة، الدهون بره كده بتحسي ان ايه على وش الاكل وكده دهون، بيبقى صراحة طعمه خطير. بس اللي بقى معدته والصيف كمان ما بحبش ان انت يكون فيه الحاجة قدام جامد يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حمرت بقى البصلايه وحطيت شويه، ونزلت بقى بالطماطم، ضربت شويه طماطم حلوين كده. قلت ايه لو انا اتبقى مثلا طماطم صلصه جاهزه من تحت المحشي هنحطها في كيس عادي يعني. المره التانية بنطلعها على على الصلصه، تبقى حلوه خالص. وممكن تكون عندي جاهزه لو مثلا انا مستعجله او كده، نطلع الصلصه ونيجي عامله شويه المحشي على طول. تمام. حطيت بقى فطرنا وحطيت، طيب على ما كانت الصلصة كانت طابت، دخلت بقى على طول ايه، ولحت على حطيت الحلة على البوتاجاز وولحت على البطتين. حطيت لهم طماطمية وبصلاية كده، ونزلت حطيت البطتين ونزلت بالبهارات اللي هي بهارات السبع بهارات مثلا، وفلفل اسود وملح وخلاص. ما بحطش حاجة ورق لورا، ما بحطش حاجة على الشوربة اكتر من كده. وهنا بقى تعالوا ايه، كنت مطلعه شويه ممبار برضو حطيتهم في البوله دي، قلت يفكم لاني صراحه كانوا في الفريزر. وكنت مطلعه كيسين حليب، قلت يفكوا برضو عشان هعمل صينيه رز معمر جنب الاكل وكده. هنا بقى ايه، المحشي. بصوا المحشي خطير. كانت الصلصه اصلا الطماطم بحب صراحه يكون لحم المحشي احمر كده، لونه احمر. والصلصه كمان بحب اسبكها يعني زياده. بصي بحب ان هي تنطر الدهون بتاعتها على وشها كده، تعرفي على طول ان الصلصه حلوه. قلت بقى ايه، مسكت حطيت شويه خضره كده قطعتهم، رميت العيدان وقطعت اللي هي الايه الورق بس. وحطيت برضو للمحشي حطيت له كزبره ناشفه. اهم حاجه المحشي تحط له كزبره ناشفه. وحطيت له كمون وفلفل اسود وملح وبهارات من بهارات الشوي ده، حطيت له شويه برضو. وحطيت ايه تاني يا ربي، وبابريكا. حابه بقى تحطي تضيفي اي توابل تانية عادي، ممكن جوزة الطيب برضو تحطيها بقى معاه مع المحشي وكده. اي توابل حباها. بس صراحه انا بحب اللي هي الفلفل الاسود والبهارات، حاجه بسيطه من البهارات، والكزبره الناشفه. وايه تاني يا ربي، وشويه كمون وملح وخلاص. ما بحب بس ما تكتريش بهارات على المحشي لان الشوربه فيها بهارات. المحشي يعني حاجه بسيطه، بس حطيت له حاجه بسيطه من اللي هي البهارات الشوي وكده. والبابريكا برضو بتخلي المحشي حلو خالص. هنا بقى بنمسك الممبار، كنت منضفاه وحطاه في الفريزر. هو صراحة بغلب يعني بغلب في الحشان وكده. بس ايه، خدي بقى انت ما تجفيش. انا اصلا مع خدته كده وقعدت يعني حشيته وانا قاعده كده، ما لانه هو بياخد وقت صراحه. وكان عندي الممبار ده كان بحاله، كنت جالبه الدهنه لجوه كده حيرني في في الحشيان. قلت بقى مش مشكله، هو كده كده هنحشيه. اصلا كنت عايزه نقلب الدهنه لبره، بس قلت الدهنه بقى ايه، انا مش هحط للممبار سمنه، انا هحشيه الدهنه اللي جواه. ايه هتطيب، هتعمل على الرز وكده تخلي طعم الرز حلو. حشيته، هنحشيه كله كده بالطريقه دي. وبعد كده نكون بقى مولعه الحله، هنحط لها طماطميه برضو وبصلايه وكده، وننزل بالممبار في الحله. اول ما بس ما تكتريش رز، شايفين زي ما انا بعمل كده حاجات بسيطه خالص في الممبار. ليه ما نكترش رز؟ علشان ما يطلعش الرز معاكي ني وكده. مثلا مش تفضلي تدكني فيه، هو مش هيفرجع بس هيبقى ني، عبارة عن رز ني كده جوه الممبار. يا سلام بقى لو عندك مثلا ربع كيلو لحمة مفرومة كده، ده بقى هيبصي هتعشقي الممبار. والله الخلطة دي جبارة صراحة للممبار وكده. بس بقى لما تضيفي شوية شوية مثلا اللهم صل على النبي لحمة مفرومة وكده، هيودولك طبعا في حتة تانية يعني اللحمة المفرومة. هنا بقى كانوا البط كان طفيت عليه. يعني كان بصوا هو كان طايب بس كان ناقص حاجة بسيطة خالص. ليه بنطفي عليه وهو ناقص حاجة بسيطة؟ لأن الشوربة بتطيبه، بدل بقى ايه ما يطيبوا كده ونطلعه من الحلة، قلت هنطفي عليه يكون ايه ناقصه حاجة بسيطة كده. هنا بقى بصوا زودت الحلة على طول. المية من الكتل ده بقى بينقذني صراحة، بيبقى بص الكتل في 5 دقايق المية بتغلي. وهنا الممبار نفضته خالص من الرز، من الرز اللي عليه من بره. وننزل بقى بالحلة، الشوربة تكون غلت يعني. وهنحط له برضو شوية بهارات كده وفلفل اسود والملح وخلاص. اول ما انا هنزوده تاني مية علشان المية شوية عليه. اول ما تنزلي كده في المية السخنة، بصوا حطيت ورق لورا كمان، نزلت بقى بالبهارات دي. على فكرة شوربة الممبار كان طعمها حلو، بس انا يعني ايه
كان في شوربة البط وكده. قلت بقى كنت ممكن شلتها في الفريزر صراحة، عملت بقى مثلا اي حاجة. بس والله من حلاوتها وطعمها مش هقول لكم طعمها وحش. بس انا ما كان عندي شوربه يعني، قلت ايه مش كان فيها رز كمان، كان فيها يعني ياخدش اصلا الممبار طياب كده يعني، ربي بس ما منبوذ، تحطيه وساعات في الميه بيطلع السخنه رز كده وكده، بيصفر معاكي كان فيها وطيب. رز. هنا زودته. كنت بصوا مفرزاه الصلصه، بصوا بس الشوربه، يعني كان الشوربه عندي اصلا كميه شكلها حلوه والله، خطير، بس وهو خلصت بتطيب كلها كده كنت لسه الممبار. شاريه رايده صبح. اول بقى ما واللي منبوذ كمان الممبار اشتريت كده منه لما ما كانش تعرفي ان معاه هو يعني، ما طاب كانش انت باقي وكده، تتكي كنت عليه شاريه كده ده زي بتخليه ربع ايه كيلو او نص خلاص كيلو طاب كده. معاك يعني، الجلده دي طابت. هي كنت عباره عايزه عن نجيب جلده اصلا مثلا زي يعني، 2 كيلو كده بس نجي بيبقى ماسكاه طعمها كنت حلو. الاول عاملاه وكان مع عندي قبل بقى كده ورق العنب، عنب، مسكته وكنت غسلته كده غسلته كده وجاتني وسبته بقى ايه لتاني في يوم الحله، لما ونزلت صفى عليه ميته بالكاتل خالص، الميه وجاتني ماسكاه يعني السخنه ورقه وكده. ورقه فوق بعض مش كده، شرط ان انت وحطيته في تحطي علبه الحله على الفريز. البوتاجاز بصوا العلبه دي وتسلقي كل ما الورق. نيجي نحشي لا كده وانت كانت واقفه بص كده مدكناها هتقلبيه، يعني، كل كل ما الورق تضغطي بتلاقي كده الورق الورق يصفر بينزل معاكي، كل لتحت. ورقه تصفر كنت كده معبيه هتيجي بقى ايه في العلبه، شايلاها من علبه الحله كبيره وكده، حشيت منها يجي وحطها 3 على 4 مرات يعني كل وحاطه ما نيجي غيره نحشي كده وكده بنحشي تمام. حله صغيره كده جنب الايه الحله اللي انتوا شايفينها دي، بنحشي نصها مثلا جنب صينيه الرز. عندي شويه ورق كرنب، عندي بدنجان من اللي هو الطويل ده هنحشيه. كنت بقى بنطلع جنبه طبقين ورق العنب وكده. خلص بقى عندي جبت ده، وصراحة زعلت اللي انا ما لقيتش ورق عنب. عايزة بقى نحاول نشوف لو حد يعني، لو حد يعرف يجيب لي وكده، ونمسك نفرز منه شوية يعني. صراحة يعني في الشتاء بيبقى تحفة. بص وانت ممكن بس وانت ما بتحشي ورق بيبقاش يعني، العنب بيبقى ممكن خلص تقطعي عندي عايز كمية شرايح كبيرة، لان ليمون عندي كده، الولاد والله وشرايح بيعشقوا ورق طماطم، العنب. شرايح بصل، شرايح فلفل، اللي انت حباه. انا ممكن الصراحه تحطيه في بحبه نص اكتر من اللي الكرنب هو كمان، واكتر من اي حاجه، ورق العنب وكمان وكده، محشي يعني اللي هو شرايح ليمون البدنجان. وشرايح طماطم بحس لو انت بتخلي حشيتي طعمه مثلا مزز اللي هو عارفين الكرنب ورق على طول، العنب اصلا بتحسي ان هو بيبقى دمه مزز، بقى تقيل حابه ان يعني، يكون بيبقى مزز طعمه اكتر ممكن بيبقى تحطي عادي شرايح يعني، ليمون لكن كده في في ورق وسط العنب صراحة لما الورق، بحشيه وانت عندي الولاد بتحبيه بيحبوه وكده. على طول يعني، عايزينه على صراحة انا ما طول. عملتش كده يعني، وكمان كنت بقى ايه البدنجان حطيت في المحشي الحلة دي وكده. شوية شوربة كده لوحدهم، وحطيت عليهم معلقة دبس رمان. بص انا رجعت تاني حطيت كمان معلقة كبيرة دبس الرمان، بيخليه معاكي برضو فيه شوية مزازة كده يعني، بيبقى مزز شوية. على الوش بقى كده ممكن ان انت ايه تحطي شويه ليمون كده، تعمليهم شرايح، الليمون بقى هينزل مع الشوربه وكده، هيدي مزازه اكتر يعني. تمام. هنا بقى خلاص زودنا المحشي، وكان البط كمان طاب، والممبار كان خلاص مجرب خالص. هنعمل بقى المحشي ايه، هنعلي عليه لحد ما يغلي كده، وهنبتدي ان احنا نوطي تحت الحله خالص. عودي نفسك اي حاجه، حتى الممبار كده لما غلى معايا جاتني موطيه النار تحت. البط كمان لما بيغلي وكده يفضل يغلي يفرك كده من الغليان، بنيجي بقى موطيه النار تحته، ياخد طياب يعني، ياخد براحته، مش بقى بتفضلي معليه النار على الحاجه والشوربه تنقص منك ياما وترجعي تزودي تاني، هتبقى الشوربه ملهاش طعم. لا زودي، او زودي املي الحله على الحاجه وخلاص بقى. اول ما تبتدي تغلي توطي النار عليها، بحيث ان انت ايه ما تزوديش تاني شوربه، تبقى هي شوربتها وخلاص. بيبقى طعم الشوربه صراحه تحفه. وكمان لازم ان انت ايه تعملي الشوربه بتاعتك، تعمليها مثلا تحطي لها البهارات، وتحطي لها الفلفل الاسود والبصل والطماطم والحاجات دي، عشان تعرفي تشربي الشوربه شويه شوربه حلوين. لان انتوا عارفين الشوربه بتاعت الطير وكده والبط والحاجات دي بتبقى مثلا ايه مش طعمها مش حلو قوي زي شوربه اللحمه. بس والله عندي شوربه اللحمه زي شوربه الفراخ غسلت زي كمان صينيه الرز وايه والبط زي خدتها كل حطيتها في الشوربه عندي الفرن، بتبقى حطيت لها طعمها الحليب تحفه، والملح وكده، وما وخدتها بنرميش حطيتها في منها حاجه الفرن. خالص. عامله اللي صينيه بيتبقى رز عندي اللي اللي بيتبقى بيتبقى محشي مكان وممبار الشوربه وكده وحاجات بيجي من دي. احطهم بصوا انا في بصراحه عامله كيس في الاكل ده الفريزر. يقضيني يومين. بتستعملي يعني لو لو ما ما استعملتيش استعملتين دول الشوربه اللي اللي هيتطبخوا هيتطبخوا كده، كده، ممكن تاني تستعمليها يوم ممكن نطلع اعمل مثلا كيسين عليه كده معاها بيض او كده، او وتغليهم، ممكن وما ما اعملش اعملش بيض بيهم خالص. المكرونه. ممكن اعمل بصي بقى لما كنت بتسلقي عامله قبل المكرونه كده بشوربه الفراخ الفاصوليا، والبط طبق والحاجات فاصوليا دي، وكده، وكان عندي بتبقى علبه طعمها مليانه في بزيت الفريزر، حلاوه كمان، بيبقى طعمها هنطلعها حلو بكره مع خالص. باجيت تمام. البط وكده واللي هو اللهم صل على النبي. هنعمل ايه تاني بس يعني ايه مع الشوربه مع البط ومع الرز، وكمان الطبيخ يعني، وشو طبق مخلل بقى وخلاص. وممكن كمان تقضي ان هو تعملي البط كده والباجيت الرز والحاجات دي، وتجلي طبقين بطاطس جنبهم، مش شرط يكون بيض، مش شرط يكون طبيخ. لو عندك بطاطس اجلي طبقين بطاطس سخن كده على الاكل قبل الاكل بحاجه بسيطه، صراحه هتحبيهم خالص، هتحبي البطاطس بالرز احلى من اي حاجه كمان. وطبعا طبق المخلل يعني، ما ننساش طبق المخلل. احنا بقى طلعنا الممبار. بصوا الشوربه بتاعته انا ما حطيتلهاش حاجه اصلا. حطيت لها ايه يا ربي، حطيت لها طماطميه وبصلايه بس هو الممبار اصلا كانت الصلصه بتاعته حمراء.
كان بقى بيطلع رز وكده من اللي هو ايه البوز بتاعه، بس يعني على ما يمسك نفسه كده بيكون ايه طلع شوية رز منه. او بص انا مرفعاه خالص. ليه مرفعاه؟ مش عايزة يكون فيه رز ياما. ممكن انت بقى تعمليه كل ما تمليه، ما تملي الممبار وكده كل ما ياخد معاكي. ليه؟ لان هو عبارة عن ايه جلد كده، يعني الجلد ده بينمط. كل ما تملي رز كل هيملى معاكي. بس حاولي ان انتي ما تمليش الممبار رز خالص، تمام؟ علشان يبقى مثلا الرز جواه طايب. بصوا انا عاملاه حاجه بسيطه بس في كده. انا بقى حطيت الطاسه. يا سلام بقى لو عندك سمنه سايحه تحمري الممبار بيه، بيبص بيبقى طعمه احلى كمان واحلى واحلى كمان. هنا هنحمر بقى الممبار، وكمان اللي ورق العنب كان طاب. دخلت بقى اللهم صل على النبي. بعد ما حمرت الممبار حمرته و... وجاتني راحة ايه محمرة البط وكده. حمرت الممبار وجاتني حطاه في الفرن من تحت، وكنت مولعه الشوايه من فوق. حطيت البط تحتيه حمر، وسبت بقى لحد ما جينا نتغدى وكده. من ساعه ما بديت ان انا اغرف الغدا طلعت معاكم الممبار والبط. بصي انا بعمله بدري شويه قبل يعني تحضير الاكل، قبل ما نحط الاكل وكده بنحمر الحاجات دي. بس بنولع الفرن البوتاجاز الشوايه بتاعت من فوق بنوطيها خالص كده. بيفضل بقى الفرن سخن وكده والممبار بيفضل ساخن معاكي والبط واي حاجه من دي بتفضل سخنه يعني. بتوطي النار خالص كده الفرن بعد ما تحمري فيه وكده، بتوطيه خالص وتسيبي الحاجه جواه بتفضل معاك، ما بتضطريش ان انت تسخنيه يعني. خلصي نفسك كده حمرت الممبار والبط طاب والمحشي طاب وده كله، تيجي مدخلاه في فرن البوتاجاز ومطيه له النار خالص. وتيجي ماسكه البوتاجاز بتاعك بقى ايه ده حكاه كده منضفاه قبل ما والاكل يعني عشان الاكل. دايما دايما كل فيديو بقول لكم برضو ان انا بحب دايما امسك بعد ما اخلص اكل كده امسك المطبخ بحاله وانضفه، وامسك البوتاجاز ادعكه كمان وانضفه كده، واحط بقى عليه الاكل نضيف. كنا بقى ما كناش، المهم يكون المطبخ نضيف قدامي وكده، بحيث لو ما نيجي نغرف الاكل وكده لو خلصت الاكل قبلها بفتره. ساعات يعني بصحى بدري وكده وبخلص الاكل، يعني بنيجي بقى ايه مغطيه عليه وسايباه لحد ايه ما نيجي نتغدى وكده. يعني بحب صراحة اخلصه بدري. هنا بقى حطيت الممبار والمحشي كمان كان خطير وكان طيب وطعمه زي العسل. وعملت صينية الرز المعمر وحطيت بقى البطتين كده. وايه رأيكم بقى في الطبق التحفة دي اللي يفتح النفس؟ كان عايز بس صباعين كفتة كده وصباعين جلاش وكده، وزي الاطباق اللي احنا بنشوفها في المحلات وكده. ايه رأيكم بقى؟ يلا ما تنسوش بقى تحطوا اللايك للصينيه العسل دي، وقولوا رايكم في الكومنتات. ربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا. شكرا شكرا لكومنتاتكم العسل ودعواتكم العسل اللي بتكتبوها لي. شكرا لوجودكم جنبي وشكرا لوجودكم في حياتي. ربنا يا رب يخليكم ليا ونفضلوا مع بعض طول العمر.